في بوست منتشر على السوشيال ميديا اليومين دول. بيتكلم عن أي حد بيبدأ مشروع خاص. والبوست بيقول: صباح الخير، يوم ما تاخد خطوة وتعمل مشروع لوحدك وتقف على رجلك، اعمل حسابك في حاجة: صحابك وقرايبك مش هيشتروا منك ولا هيعملوا عندك حاجة ولا هيدعموك، واللي عندك ب100 هيشتروه من بره ب200 وعلى قلبهم زي العسل. مش كلهم طبعا، وكمان في ناس بتعمل نفسها مش واخدة بالها أصلا إلا من رحم ربي، والناس الغريبة هم اللي بيشجعوك تكمل اللي بدأته، واقفين جنبك لكل حد قلبه نضيف. شكرا. البوست ده يمكن ما هوش جديد، يعني من بعد الكورونا. البوست ده كان منتشر على السوشيال ميديا من بعد 2020. ناس كتير لما خدنا فترة كبيرة كده كان كله قاعد في البيت، الشركات كتير قللت عمالة، وناس كتير ما كانتش بتروح شغلها، مشاريع كتير كانت بتخسر. فبعدها بفترة كان ناس كتير بتفكر ان هي تعمل مشاريع من البيت، ومش بيلاقوا التشجيع اللي هم مستنينه من قرايبهم او من معارفهم او من حبايبهم، اللي هي اصلا بتكون يعني حتى لو حاجة بسيطة بس بتكون بتشجع، يعني بتسند وتشجع، وبتبقى نقطة انطلاقة لأي حد بيعمل بيزنس جديد أو مشروع جديد. بيبقى محتاج اللي يعرفوه الأول يتعاملوا معاه، عشان يبقى فيه إنه الثقة اللي هي موجودة بينه وبينهم هي اللي تبني الموضوع في البداية. وبعد كده الغريب يشوف إنه حاجته حلوة أو تعامله كويس أو منتجات الموجودة عنده تستاهل إن الناس الغريبة كمان تجربها. لو انت او انت بدأتي مشروع خاص وسواء في الفترة في خلال 3-4 سنين اللي فاتت من بعد الكورونا، اي حد بدأ بيزنس خاص او اي حد بدأ مشروع خاص حتى لو شغل من البيت اونلاين، ما تفكرش، يعني انت ما تركزش مين بيساعد ومين مش بيساعد. طبعا كل التقدير والاحترام والشكر لأي حد بيساعد حتى لو بمجرد حاجة بسيطة يعني، او حتى بكلمة تشجيع، ولكن دايما فكر انه انت بان انت تثبت وجودك بشغلك، بان انت تبدع في شغلك، انك توفر الجديد في شغلك، تعمل شغلك بشكل حلو وتطلعه بشكل يليق، انه لما حد يشوفه يشجع غيره انه يتعامل معاك ويطلب منك، واسمك واحدة واحدة هتلاقيه بيكبر، او اسم المكان او اسم المشروع بتاعك واحدة واحدة بيكبر بسبب شغلك الحلو، مش بس مجرد ان انت متركز مين مساعدك ومين مش بيساعدك. يمكن احنا لما بدأنا شغلنا كليلي سنتر في البداية كان الشغل اونلاين، وبعد كده بقى في مكان موجود، بعد كده ربنا كرمنا وبقى في مكان احسن، ونشكر ربنا. احنا يعني بنحاول نحط كل مجهودنا في المكان بحيث انه يكبر بتعبنا ومجهودنا، وكل الناس الحلوة اللي قلوبها بيضة اللي بتقول كلمة حلوة، اللي بتشجعنا وبتتعامل معانا وبتثق فينا، بترشحنا كمان لغيرها.